الواحد من امبارح بيفكر من بعد الضربة المذلة المهينة اللي قام بيها سلاح الجو الإسرائيلي في قلب العاصمة القطرية الضحى، استهدف بناية فيها الوفد المفوض من حركة حماس. الواحد عنده كمية تساؤلات رهيبة رهيبة. الخنزيرة امبارح يعني ما قسمتش الشاشة 500 جزء وفضلت تجيب ايه اللي بيحصل. الخنزيرة امبارح ما كانش عندها مراسل تبعته الشارع اللي وراها علشان يغطي تغطية حية، وكانت بتذيع كل بياناتها نقلا عن رويترز. الخنزيرة ودلادلها وصبيانها اتخرسوا تماما عن اللي حصل ده، وابتدوا ينقلوا الموضوع كله ايه العواصم العربية هيحصل لها، الحق يا ولا العواصم العربية هيحصل لها. يا حبيبي العاصمة بتاعتكم هي اللي حصل لها. والعجيب يا اخي ان كل صبيان العوالم ما فتحوش بقهم عن الرد وعن الكرامة وعن السيادة. محدش فتح بقه. يعني ايه القطة كلت لسانكم ولا ايه؟ اتخرستوا يعني؟ مش هتقولوا اي كلمة لولي نعمتكم؟ مش هتقولوا له اي حاجة؟ مش هتكلموه عن قطع العلاقات؟ مش هتكلموه عن طرد القواعد الأجنبية؟ مش هتقولوا له قوم يا جدع دغدغ الدغاديغ انت ساكت كده ازاي؟ طب مش هتقيموا الشوادر كده وتنصبوا الاستديوهات التحليلية وحلل يا دويري؟ ويا ريت الدويري بس وهو بيحلل يقول لنا بس على معلومة مهمة قوي. يعني رئيس الوزراء القطري قال امبارح المنطقة كلها المفروض ترد على العدوان الإسرائيلي اللي حصل ده. لا يا راجل، أنهي منطقة يا باشا؟ أنهي منطقة اللي صرفت ملياراتك عشان تهد دولها؟ أعد مين ولا مين؟ أعد يمن، عراق، ليبيا، سوريا، لبنان، أعد مين يا باشا؟ أنهي منطقة يا بجح يا باكس؟ أنهي منطقة اللي قسمتوها وقطعتوها وهزمتوا جيوشها؟ أنهي منطقة؟ ده هي لا يكون قصدك الدولة الوحيدة اللي فلتت من المخطط بتاعكم ما زلتوا بتتأمروا عليها لحد دلوقتي، والجيش الوحيد في المنطقة اللي لسه قايم على رجليه. لا اسكت يا جدع، مش احنا غيرنا الشغلانة؟ بطلنا شغلانة. مش انت كنت مسرح صبيانك يقولوا ان احنا جيش جمبري وكحك ومكرونة؟ ايوه احنا جيش جمبري وكحك ومكرونة، وحاسب لك جمبري عضك. اجري يلا اجري يلا، روح لملم كرامتكم اللي بعترض وسيادتكم اللي مش موجودة. بلا المنطقة بحالها تدافع، بلا المنطقة بحالها ترد، بلا وكسة. وخفوا تصريحات، الا كل تصريح واخوه والله العظيم انقح من اللي قبله. وقولوا والنبي لابو شخيخه يخرس شويه، يخرس شويه، علشان البوست اللي هو كتبه دوت. يعني احنا عايزين نقول له بس بص شمالك كده يا ريس شويه، ارفع راسك اللي انت موطيها شويه، بص شمالك شويه. هتلاقي الامريكان اللي انت بتقول عليهم متآمرين ضدكم هم يا حبيبي اللي بيحرسوا ولي نعمتك، هم اللي مثبتينه على عرشه يا حبيبي. فما تغلطش في اولياء نعمتك يا بابا، وملكش دعوه بالعواصم العربيه. مالكش دعوه بالعواصم العربيه، خليك في العاصمه اللي انت قاعد فيها اللي بتستثمر في البشر يا حبيبي. بس هي بتستثمر في البشر نسيت تستثمر في منظومه دفاع جوي. واحده صاروخ واحد صاروخ واحد 15 طياره، 15 طياره خرقوا المجال الجوي، قصفوا وخرجوا، ما اتضربش عليهم بومبا. ما فيش حتى منظومه دفاع جوي طلعت شتمتهم. عيش مذلتك وعارك لوحدك يا ابو شخيخه. ايوه والله العظيم انت وكل الدلاديل والصبيان العوالم لحد ما يجي لكم السكريبت هتقولوا ايه يا حبايبي. وسلم لي على السياده.